مرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع موضوع إخناتون. إخناتون، بس يعني في الأول عايزين نقول إن إحنا بننقل معلوماتنا ديت منين. يعني إحنا أساسا جبنا كمؤرخين حاليين ومؤرخين سابقين والناس دي كلها والتاريخ والقصة دي كلها وصلت لنا إزاي؟ هل مجرد إن إحنا قرينا عبر الجدريات بس وصلنا، ولا جبنا الأسماء والصفات ومعلومات كتيرة جدا من ناس قدام؟ الأسماء نفسها وصلت لنا عن طريق مين؟ القصة بدأت من عند حد اسمه مانيتو. مانيتو ده كان عايش 280 إلى يعني 300 سنة قبل الميلاد. 300 سنة قبل الميلاد كتب كتابه اسمه إيجيبتياكا. إيجيبتي يعني مصري، يعني إيجيبتياكا حاجة كده، يعني التاريخ المصري أو ما شابه أو حاجة زي كده. نقل عن مانيتو، كتاب مانيتو خلاص مش موجود، راح. بس نقل عنه واحد اسمه يوسيفيس، ده المية الأولانية. نقل بعده حد اسمه أفريكانوس. برضه أفريكانوس قال أنا نقلت مش من مانيتو مباشرة، من كتب عند مانيتو، حد وصله يعني في كتب بسيطة. ويوسابيوس القيصري نقل في القرن الرابع، يعني نقول مات في 300 وشوية، 340 تقريبا ميلادي، يعني مات في القرن الرابع. أفريكانوس مات في القرن الثاني أو في بداية القرن الثالث. الناس دي عاشت في الفترات بعيدة عن مانيتو شوية، لكن نقلوا منه. طب كتب الناس دي اللي هم نقلوا من مانيتو موجودة عندنا دلوقتي؟ يعني الكتب دي متاحة لنا نقدر نقراها ونشوفها؟ تقريبا مش موجودة. طب مين اللي جمع منهم؟ مين اللي خد منهم وجمع منهم؟ حد اسمه جورجيوس، ده الاسم بتاعه جورجيوس سينكيلوس. سينكيلوس مش اسمه، ده صفة. هو كان يعتبر ايه؟ سينكيلوس دي صفة، يعني زي ما تقول سينكيلوس. سينكيلوس ده صفة، يعني هو يعتبر رئيس سكرتير كبير معاونين، او سكرتير رئيس الكنيسة. يعني رئيس بالنص كده، يعني هو طبعا كان في الامبراطورية البيزنطية. كان شغله في حتة في مكان اسمه قسطنطينية. كان سكرتير لرئيس الكنيسة. راهب، كان راهب قبل ما يتولى المنصب، وبعدين بقى سكرتير لرئيس الكنيسة. هو أرثوذكسي شرقي. اهتمامات الراجل ده بالتاريخ، كان بيكتب تاريخ الأمم السابقة، تاريخ العالم. كان بيكتب التاريخ ده في ضوء الكتاب المقدس، يعني بيشوف تاريخ الأمم السابقة في ضوء الكتاب المقدس، وكان دي اهتماماته. وعشان كده هو يعتبر أهم مرجع حاليا موجود، إن هو سجل لنا المنسوب لمانيتو، مفيش غيره. يعني ده قال اللي منسوب لمانيتو واحد اتنين تلاتة أربعة عن طريق فلان وفلان وفلان. يوسيبيوس ويوسابيوس القيصري وأفريكانوس، وقال دولة اللي نقلوا عن مانيتو، وبالتالي أنا نقلت عنهم. وبالتالي هو ده يعتبر المرجع اللي بين إيدينا دلوقتي، اللي مفروض إن تقسيم الأسر الفرعونية والحكايات والأسماء ورع واسم رع والكلام ده كله، هو الراجل ده اللي ثبته. نقلوا عن الثلاثة دول، والثلاثة دول ناقلين عن مانيتو. ما بين مانيتو وجورجيوس سينكيلوس 1000 سنة. ما بين مانيتو جورجيوس سينكيلوس 1000 سنة. الكتب اللي ما بين جورجيوس ومانيتو مش موجودة. فإحنا بنحكي في كلام ما احناش ماسكينه 100%. عشان لما نقول ده مفروض مش اسمه كده، ما يجيش حد يقول لي ابدا هو اسمه رع غصبا عننا. اسمه رع، مين اللي غصبنا يعني ان احنا نسميه رع؟ المعلومات ما فيش فيها دقة بالدرجة اللي تخلينا احنا بنتخانق. اما نقول ان احنا وصلنا للترجمات، الترجمات دي تقريبا ما فيش حاجة في الترجمات بتشذ عن الرسومات. يعني احنا لما جينا في حلقات مفاتيح وحي الكلمة، ورسمنا مثلا طائر السمان وكتبناه، طلع بيقرأ أبو الهول وهو محطوط عند أبو الهول. ما كانتش محتاجة كتير لما قلنا إن الكبرى، كتبنا الكبرى إي دايرة نون علامة منشار، وكتبنا الكبرى طلعت أمون. إيه المشكلة؟ لما شفنا الصور بتاعت أمون رع
ولقيناها عبارة اللي هم مسمينه رع، لقيناها الكبرى محيطة بقرص الشمس. ما هي الكبرى أمون، مفيش كلام، محيطة بقرص الشمس. طب انتوا ليه سميتوه أمون رع؟ الاسم جاي من قديم يعني، ولا الكبرى هي اللي وصلت؟ طب لو كان ده أمون رع، فين الكبرى اللي هي سر ومجر والكلام اللي بيقولوا عليه؟ فين الكبرى؟ فين اسمها في أمون رع؟ مش متاح. منحتب ابن حابي، الراجل ده عاش في عهد مفروض الملك او الاله او الفرعون اللي قبل اخناتون على طول، اذا كان ابوه او منحتب الثالث، اذا كان هو ابوه. منحتب الثالث كان في عهده حد اسمه منحتب ابن حابي. منحتب ابن حابي ده كان حكيم ومفكر ومعماري وحاجة عظيمة جدا، ورسموه بصورة بيظهر فيها منحتب ابن حابي بالشكل الراجل الكبير اللي عنده بطن مترهلة واللي عنده صدر مترهل، وكان له نمط معين كده. منحتب ابن حابي كان هو المعلم الرئيسي لإخناتون، هو اللي علم الأمير، هو اللي ربى الأمير، هو اللي تتلمذ على إيده الأمير. الأمير مين؟ إخناتون. فلما جه إخناتون وصل لسدة الحكم يعني، كان متأثر جدا بأمنحتب ابن حابي. أمنحتب ابن حابي ده على فكرة في العصر البطلمي خلدوه وعملوه إله وعبد في العصر البطلمي، وقارنوه بينه وبين إمحتب إله، وقالوا إن ده هو ده ونسخة جاية منه أيا كان. فمنحتب ابن حابي عبد بعد كده، وله نصوص والكتابات لمنحتب ابن حابي. وكذلك إخناتون له نصوص وكتابات بيقولوا عليها مزامير إخناتون. طب هل كان إخناتون متأثر بإمنحتب ابن حابي بحيث ظهر بنفس صورة العالم الكاهن اللي كاتب للمزامير وكاتب للنصوص الدينية؟ هل جمع إخناتون ما بين وظيفته كفرعون ووظيفته ككاهن؟ هل خد الوظيفتين وبالتالي ظهر بهذه الصورة، البطن المترهلة والشكل اللي هو ظهر عليه إمحتب الأستاذ بتاعه؟ هو ترك عبادة أمون؟ ما تركهاش. النصوص اللي عندنا واللي احنا نعرفها واللي قريناها ومذاكرينها ما تركش عبادة أمون. لكن اللي كان شاذ فيه والناس شايفينه انه شاذ فيه، ان هو شاف قرص الشمس اللي عليه الكبرى، ودي معناها امون رع في كل النصوص. قرص الشمس عليها الكبرى في كل النصوص اللي احنا عارفينها اسمه امون رع. فمنين ترك هو عبادة الامون؟ كنا احنا كدراسة علم مصريات ساعة ما نشوف شكل اله عليه قرص شمس وعليه كبرى، احنا بنروح لامون رع. امون رع بغض النظر عن اسم رع. اسم رع اللي هو قرص الشمس اللي احنا سألنا هل هو يمثل امون رع او امون بهيئة فرعون او فرعون بهيئة الامون؟ ما هو الفرعون كان اله يعبد على الارض برضه، هل كان يمثل هيئة الفرعون؟ هنوصل مع بعض، احنا جايين مع بعض لما هنحلل شوية بعد يمكن الحلقة اللي جاية بعض الدراسات عن اللي قالوها المؤرخين القدماء دول، وخصوصا جورجيوس. هنوصل لرع. ايه رع؟ انا عايز اقول ان كان اخناتون متاثر جدا بالاستاذ بتاعه اللي علمه واللي رباه واللي كان في بلاط الملكي بتاع ابوه امحتب، كان متاثر بيه جدا، وبالتالي هو خد منه طريقه الكتابه اللي سموها مزامير اخناتون ونصوص اخناتون، وهي نصوص دينيه الى حد بعيد جدا كلها جميله في الناحيه الدينيه. طيب وصل احنا لسه في مرحله اخناتون ولسه ما خلصناش اخناتون، بس احنا النهارده الفكره الاساسيه ان اخناتون كان متاثر بامحتب وكان مفكر وكاتب وفيلسوف زيه. بس هل هو جمع الوظيفتين، وظيفه الكاهن ووظيفه الفرعون؟ هل هو جمع الوظيفتين وبالتالي نقل العاصمه بتاعته لتل العمارنة عشان يعمل منظومه جديده ليه هناك؟ طب هل هو تخلى عن امون؟ لا، ما تخلاش عن امون، وكان ليه تمثال ضخم جدا الموجود حاليا في المتحف المصري في معبد الكرنك، وليه اثار في الكرنك، ومعبد الكرنك هو معبد امون. يعني المعبد ده انشئ عشان عباده الامون، وهو ليه فيه اثار وليه فيه تماثيل وليه فيه منحوتات وليه فيه. طيب تل العمارنة كان فيها لقوا في تل العمارنة تماثيل لأوزير،
اللي هو قصير، لإيزيس قصية، لقوا لها تماثيل. لقوا تماثيل لأمون، لقوا تماثيل لكل الآلهة في تل العمارنة. في بيوت تل العمارنة نفسها لقوا هذه التماثيل. فكان الناس اللي هم أهل الرعية بتوعه ناسه كانوا بيعبدوا كل هذه الآلهة، وهو ما أنكرش حد من العبادات ديت ولا أنكر عبادة الأمون. الكبرى كانت على تاجه، مفتاح الحياة اللي بيسموه مفتاح الحياة كان في إيده، ده أشعار أمون أساسا وهنوصل له. كل عبادة أمون كانت في وقت توت عنخ آمون، لكن هو كان متأثر جدا بإمحوتب الأستاذ بتاعه اللي رباه، اللي هو بدأ يظهر على هيئته وعلى شكله وعلى صوره تقريبا، وكتب نفس كتاباته ونفس نصوصه. والإله رع اللي هو مفروض إن هو قرص الشمس، برضو أنا بنقول وما زلنا بنؤكد على إن هو يمثل آمون، مش رع، آمون فرعون أو فرعون الأموني أيا كان. فرعون الأمون، أمون الفرعون، مش دي القضية، إلا إن هو كان رع يمثل فرعون. أنا هنوصل لها في مفاتيح وحي الكلمة خلال الحلقة بتاعت يوم الاثنين القادم إن شاء الله، هنوصل لها ونثبتها بالدليل العملي. لكن إحنا بنأكد عليها مرة تانية إن هو ما تخلاش عن عبادة الأمون، ولا تخلى عن عبادة الفرعون، ولا خلفوا اللي جه بعد منه كانوا ماشيين على نفس الطريقة ونفس المنهج. يعني دي كانت فكرة النهاردة عن نصوص بس وصلت لنا ازاي، وان ما يبقاش فيه خناقات ودوشة ولا ده صح ولا ده غلط وانتوا بتقولوا ايه وانت بتعيد ايه. احنا اساسا جات لنا النصوص ديت يعني بشكل ما ممكن ما يكونش دقيقة. تدخل فيها الفكر الديني، وتدخل فيها الفكر السلطوي، وتدخل فيها الفكر الكنسي إلى حد بعيد، وتدخل فيها أفكار الناس اللي نقلوها. حتى المصدر الرئيسي مانيتو ما بينه وما بين الراجل اللي قال لنا 1000 سنة، في بينهم كتاب كتير كل ورقهم ضاع. فما هياش بالدقة اللي تخلينا مفروض إن احنا بنتخانق عشانها، ونتخانق عشان صحتها. لغاية كده كانت حدوتة النهاردة. شكرا لكم.